اتكلمنا على الام يو 23 او الام يو 23، فهي منطقه خدميه بين الحي الثاني والثالث وفيها اداري بكثره، ولكن الحقيقه المنطقه دي هي خدميه على احياء. انصح فيها ان الاستثمار يكون تجاري وطبي اكتر ما هو اداري. طبعا هو على محور الامل ومحور رئيسي، محور كويس جدا، ولكن كاتجاه شركات مالتي ناشونال لا، عمرها ما تروح هناك او صعب جدا تروح هناك. ممكن حضرتك لو محامي حابب تفتح، حضرتك محاسب قانوني، حاجه ليك كاند يوزر، ممكن تفتحها هناك وهتكون منطقه مناسبه، بل الايمج بتاعها كويس، وهي من اول مناطق هتشتغل هي والحي المالي، لان فعلا الانشاءات فيها عاليه جدا، بل النهارده فيها استلامات فوريه. وخلي بال حضراتكم من فكره الانشاءات، فالمنطقه اللي فيها انشاءات عاليه دي انا هستلمها قريب، هستلم المول بتاعي قريب. حتى لو انا مش هستلم المول بتاعي قريب، انا هستلم في منطقه اول ما استلم المول بتاعي، وليكن بعد 3 سنين مثلا، والمنطقه دي هتشتغل بعد 6 شهور، هتكون كامله التشغيل كامله الكثافه، فانا اول ما استلم هشغل. على عكس مناطق تانية فيها منافسه عاليه جدا لسه ما فيش حاجه اتسلمت فيها، فتشغيلها بعيد، العائد بتاعي او الار او اي او الريتيرن اون انفستمنت بتاعي هيبقى لسه متاخر. ففكره مثلا ان انا استثمر في الحي المالي، هو حي اكتر من 80% الانشاءات فيه خلصانه، او استثمر في الام يو 23 وهي فيها استلامات فوري النهارده، وبرده الحي المالي فيه استلامات فوري، فطبعا دي حاجه بتخليني جاذب بالنسبه لي للاستثمار، لان واحد بيدفع 4 سنين اقساط مش زي واحد بيدفع 6 شهور اقساط، بعد كده بيجي الايجار بيساعده في الاقساط. فطبعا حضرتك لازم تفكر كويس قوي في حته ان انا هستلم امتى وهشغل امتى، لان في ناس بتخلط ما بين الاستلام وما بين التشغيل.